السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. النهاردة بقى بإذن الله هنعمل بامية، وللأسف أنا ما فرستش السنة دي البامية، خلاص جايباها جاهزة. وعندنا الطماطم وعندنا الفلفل، ده أنا هدقه مع التوم عشان البامية بتحب الفلفل مع التوم، وعندنا البصلة بتاعتنا. ويلا بينا على المطبخ هنشوف هنعمل ايه. بسم الله بقى ونعمل ايه. هنعمل بقى كوبايه شاي الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. كوبايه الشاي دي ايه لازم بقى بعد الفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. نقطع بقى الطماطم على ما المية تتغلي. الواحد والله بيستعجب يا جماعة على الزمن اللي احنا فيه ده. انا مش عارفة احنا رايحين على فين. احنا هنقول الحمد لله برضه على كل حال، واحنا احسن من غيرنا بكتير، الحمد لله على كل حال. بس الواحد بيستعجب برضه، يعني الدخل ايه عشان الاسعار تزيد بالطريقة اللي احنا البشعة اللي احنا فيها دي. اروح اجيب، عايزه اجيب لحمه من الجيش، كانت ب 114 لما انا عملت لكم الحواوشي. ما فيش بعدها باسبوع رحت اسال عليها تاني ب 130. وكانت الاول اللحمه المفرومه كانت بسعر، واللحمه القطع كانت بسعر. لا، الاتنين بقوا بسعر واحد، سواء قطع او سواء لحمه مفرومه، الاتنين بسعر واحد. وصلت كام؟ 130. وزحام بقى ما اقولكوش، زحام موت هناك. طابورين اتنين واقفين، طابور رجاله وطابور ستات، ربنا يتولانا برحمته. والاخر عشان تدخلي يقولك هو كيلو واحد بس اللي هتاخديه. يعني انا مش عارفه هو احنا وصلنا لحد فين. انا قلت ان اجيب 2 كيلو يكفونا مثلا لحد اخر الشهر. لا، هو كيلو واحد، كيلو واحد. طب يا ابني لا، هو كيلو واحد بس قطع، القطع هو كيلو واحد بس. اللحمه المفرومه خدي منها زي ما انت عايز، انما القطع اللي هي كيلو واحد بس. انا صراحه ما شفتش اللحمه المفرومه كمان بيقولوا كمان تاخدي بس كيلو ولا 2 كيلو. لا، بس كان في ناس بياخدوا صراحه من اللحمه المفرومه كده. يلا ربنا يتولانا برحمته يا جماعه والله. مش عارف يقول ايه. والبيض، الاكله اللي هي كنا نقول يعني نجيب ايه، بيض ونعمل كيس مكرونه كده وشويه بطاطس جنبها، وده اكله يلا شعبيه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. واكله شعبيه كده ونعملها وخلاص. بقت اكله الاغنياء. بسم الله الرحمن الرحيم. البيضه ب4 جنيه ونص. وكيس المكرونه بقى بكام؟ ب10 جنيه، وفي اللي بيباعها ب11. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولا الفراخ النهارده اللي وصلت 86 جنيه، 86 جنيه. وبنت عماله تقول لي في المنصوره
ده بيبيعوها ب90 باين ولا ب95، مش عارفه، معرفش ده حقيقي بقى ولا مش حقيقي. يعني بصراحة الواحد مش عارف احنا ايه رايحين على فين. اتفضلوا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بجد بجد يعني الواحد بيقول الله يكون في عون الناس اللي عندها دلوقتي عيال في المدارس، 3-4 عيال ولا حتى عيلين 2. شوف المعيشة بقت غالية غالية بطريقة مش معقولة. الحمد لله رب على كل اللي احنا فيه. شايفين زي ما انا بقول لكم تقشيرة التوم دي كنت عملتها لكم ساعة القلقاس، والله طريقة سهلة حلوة، يا دوبك تشقها من الحتة اللي هي العالية دي كده وتقشريها كده، تبص تلاقي القشرة تطلع معاكي كلها. مش هطول بقى عليكم، على بال ما اضرب الطماطم وادق الثوم وهبشر البصلة وبعدين ارجع لكم تاني. ما تنسوش اللايك بقى. عملت البصلة اهي وحطيت فيها معلقة سمنة ودقيت التومة وضربت الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا بتكلم بالنسبه ايه للي عندهم اولاد في المدارس والدروس بتاعتهم، الله يكون في عونهم بجد والله، الله يكون في عونهم. مش عارفه يعني الحكومه ساكته ليه؟ لازم برضه في وقفه، يعني مش معقول كل اسبوع ومعدل كل اسبوع الحاجه عماله تزيد الضعف، كل اسبوع زياده في زياده في زياده. انا اقول لكم ايه، يا دوبك اسبوع من 114 ل 130، وبقى لي اللحمه بقى لي غير اسبوع. يعني لو انا رحت النهارده مثلا اهو يعني على يوم الثلاث هيبقى بقى لي اسبوع، اروح ابص الاقي يبقى زادت كمان. مش عارفه الواحد هيبقى يقول ايه، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. وبرحب بكل اخواتي وحبايبي اللي شرفوني في القناه جداد، سواء من داخل مصر او من خارج مصر. ربنا يبارك لي فيهم ووفقنا جميعا ويجعلهم عيلتي الثانيه على اتباع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيهم. ما تنسوش اللايكات بقى يا حبايبي، اللي اول مره بتشوف قناتي في القناه وعلى الجرس اشترك في القناه وشوفي وتدخلي اتفرجي على قناتنا محتواها، ولو عجبك اشترك، ولو ما عجبكيش شوفي رقم مشاهدتك على الفيديو. ما بشوف كل اللي بيعلق له بيكتب لي كلمه حلوه كده ترفع روحنا المعنويه، ترفع معنوياتنا كده، معنوياتنا ايه في الارض. وانا بصراحه بشوف التعليقات اكتر من اللايكات، يعني انا مش عارفه انتوا يعني بتنسوا ولا بتعملوا ايه. الواحد قبل ما يكتب التعليق يحط اللايك، يحط البصمه بتاعته الاول، يحط البصمه الاول وبعد كده ايه يكتب التعليق. خلاص انا هفصل بقى لان ايه مطولت عليكم. البصله اصفرت اهي، هنزل عليها بقى ايه بالثوم.
وهو ده يا حبيبتي بقى ايه، كل الطبيخ يبقى بنفس الطريقه. يكون انا دقاه بملح وفلفل. بحب احط توابل كتير. بقى اشوفها بس كده، ونطلع الريحه بتاعتها جميله كده، وديكم حاجه جميله حلوه. ننزل بقى ايه باللحمه بتاعت الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. هضرب لهم صفحتين اتنين. هتنزل بقى ايه اشوح فيها شويه كده، وبعد ما اشوح فيها شويه كده هروح ايه حاطه الرز بس. وبعدين الحاجه بقى اللي هخليه كده تستوي نقدر النوع ده، نوع الطبق ده بيخلي اللحمه تستوي بسرعه. جبت عجوه، جبت تمر، دخل علينا رمضان اهو، اللهم بلغنا رمضان يا رب. كل عام وانتم بخير. يعني بقى التمر ده انما ده تغسليه كويس وتنشفيه وتقطعي لنا في كيس عندك في قلب المطبخ في الثلاجه، مش هيجرى له حاجه. وما تنسيش بقى بعد ما تستوي اللحمه تطلعي النوى ده، ولا تقدر غير في بوق حد ولا اي حاجه. يعني بعد ما اللحمه تستوي تفتكري انت حطيتي كام واحده وتشيليه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ما بحبش احط ميه طبيخ. في ناس بتحب تحط ماء الدجاج عادي حلو برضه وكل حاجه. انا بحب احط بس ايه ملح وفلفل. خلاص وهقفل عليها بقى، ولما تتصلصل هشوف بقى اللحمه استوت ولا لا، وبعدين ايه هزودها بميه. لازم الميه تكون مغليه. استنوني بقى ايه لما تخلص بقى. اللحمه خلاص صلصلت الطماطم اللي فيها، وبعدين حطيت عليها ميه مغليه وسايباها ايه تدي مع نفسها تستوي. قلنا ايه نعمل بقى ايه شويه السلطه. عندنا جزر، طماطم، فلفل، خيار، الحاجه الخير اللي موجوده عندك، وجرجير وخس. هنشوف الدنيا الاول. نجيب المقص كده نقطعهم. فلفل، يا حبايبي ما تسيبوش الموبايلات واولادكم كتير، ودايما تراقبوهم بيتفرجوا على ايه بيشوفوا ايه، لان طبعا الاطفال والاولاد بيبقى عندهم حب ايه استطلاع لكل حاجه. انت دايما تبقي مراقباه، مش هسيب لهم الموبايلات واقعد اشتغل هنا وهنا مش عارفه اراقبهم اشوفهم بيعملوا ايه. لا لازم تبقي مراقباهم في كل حاجه. وعلمهم يا جماعه القيم اللي احنا اتعلمناها. التربيه الكبير انت وانت في المواصلات واحد كبير واقف تقومي تقفي له، علموا كل الكلام ده. يا ريت زمان يرجع تاني. بس الامكان احنا اتعلمنا وتربينا على الحاجات الاخلاق دي، لازم نربي ولادنا برضه عليها. خلاص هبدا بقى ايه اقطع الجرجير والخيار والطماطم والحاجه اللي انا بحطها على السلطه. ما بحبش احط ملح، بعوض الملح بالليمون والخل، شويه خل، معلقه خل كده وعليها ايه ليمون. الليمون دول جميل اصفر ومليان. اي قشر انا بعمله بعصره بخليه ما برموش، بحطه في الفريزر عندي. بحتاجه بقى في حاجات كتير. خلاص وحاطه كمون وكزبره وفلفل اسمر الخل، اللهم صل على سيدنا محمد، والخل والليمون. وبعدين نخلص بقى ايه وعملت جنبها جنب الباميه رز بالشعريه. ولما اخلص بقى خالص هوريكم بقى النهايه. النوى التمر اهو عينته، وتعرفوا العدد بتاعكم قد ايه انتوا حاطينه، وتشيلوه بقى ايه لما اللحمه ايه تستوي بقى زي الفل. وبعدين حجزت طبعا طبخه اهي تاني يوم ان شاء الله باذن الله، او يوم تاني، وهحط الباميه. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلبها تقلبتين كده واسيبها بقى تستوي في الصلصه. اما اخلص بقى واغطي عليها. ايه رايكم بقى؟ اهي الباميه بالصلصه. خلصنا الاكل بتاعنا، وده الرز بالشعريه، السلطه الخضراء بتاعتنا اهي، ده مخلل. بسم
بسم الله ما شاء الله. بألف هنا للي هياكل، واقول لكم ايه، اترككم في رعاية الله وامن وحفظه، وانتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.